تعالي ما اقولك على اجمل واحلى طريقه لعمل الفول النابت من اول التنبيت لغايه السلق، وكمان ازاي تزودي القيمه الغذائيه بتاعته علشان يديكي نفس الفايده اللي اللحمه بتديلك. اول حاجه هنجيب الفول بتاعنا، طبعا ده شكله، هننقعه في الميه لمده 12 ساعه. واهم حاجه لما تيجي تشتري الفول تشتري الحبايه الكبيره علشان دي اللي بتنبت معاكي بسرعه. وبعد مرور 12 ساعه هنصفيه من الميه وهنحطه في شاشه بيضه لمده 12 ساعه تاني. وبعد مرور يوم كامل عليه هنشيله من الشاشه، هنغسله تحت الحنفيه كويس وهنرجعه في نفس الشاشه وهنسيبه لمدة يوم كامل تاني. يعني هو بيقعد معانا 3 ايام لغاية لما يتنبت معانا ويبقى جاهز. وعلشان نحضره هنجيب حلة على النار هننزل فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي وبصلاية، وهنشوح البصلاية لغاية لما تدبل معانا، وهننزل عليها بالفول النابت وهنشوحها كويس، وهننزل عليها بالشوربة وهنسيبها لغاية لما تغلي، وهنضيف حباية من الطماطم سليمة كده، وهنضيف الملح والكمون وهنغطي على الفول النابت بتاعنا لغاية لما يستوي معانا. وبكده الفول الجميل بقى جاهز معانا. وممكن دلوقتي كده تعملوا طشه زي طشه الملوخيه كده بالثوم وتقشروا عليه، بيخلي طعمه لذيذ جدا.